السلام عليكم أصدقائي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم بايثون. اليوم غادي نشوف حاجة جديدة، عملية أكثر، وتسهل علينا العمل أكثر. المكتبات الخارجية، ولكي نثبتوها عن طريق بيب. شنو هي المكتبات الخارجية؟ هي مكتبات ثم صناعتها من طرف مبرمجين آخرين، ويمكنك استعمالها في مشروعك. مثلاً ريكوستس بستخدمه مع الإنترنت، باندز لتحليل البيانات، بيكم لصناعة الألعاب، فلاسك لبناء المواقع. شنو هي بيب؟ بيب هي أداة تأتي مع بايثون كتخليك تثبت المكتبات الخارجية بسهولة. كيف نثبت مكتبة؟ مثلا نريد نثبت ريكوستس، بيب انستول ريكوستس. وهكذا تثبت المكتبة في جهازك. بيب شو ريكوستس، أو نستعملها مباشرة. import requests response يساوي requests cat http://www.google.com parent response status_code. كيف نقوم بإزالة مكتبة؟ install requests. نبحث على مكتبات. يمكنك أن ترى آلاف المكتبات في http://byba.org. ملخص الدرس: بيب يساوي أداة تثبيت المكتبات في بايثون. بيب انستول اسم المكتبة. تقدر تصوب مشروع كامل فقط بالمكتبات. كينين مكتبات في أي مجال. تمرين بسيط ومفيد لترسيخ هذا الدرس. التمرين: استعمال مكتبة خارجية requests. المطلوب: 1. استعمل أداة بيب لتثبيت مكتبة اسمها requests. 2. أنشئ سكريبت يقوم بالاتصال بموقع http://abi.github.co. 3. اطبع رمز الحالة status code ومحتوى الاستجابة response content. الحل: 1. تثبيت المكتبة. بيب install requests. تأكد أن بيب شغال من خلال CMD أو ترمينال. 2. الكود داخل ملف بايثون، مثلا كتب_status أي import requests. نرسل طلب للموقع. response يساوي requests cat http://abi.github.com. نطبع رمز الحالة. parent status code response status_code. نطبع المحتوى. parent response content parent response text. شرح سريع. requests cat ترسل طلب كات للموقع. status_code يعطيك واشن الاتصال نجح، مثلا ما أتاني يساوي أوكا. تكست في المحتوى الكامل ديال الرد. الناتج المتوقع جزء منه. status code 200. response content current_user_url http://abi.github.com/user authorizations_url. نصيحة للمبتدئين: requests هي واحدة من أهم المكتبات للتعامل مع الإنترنت وواجهات اللبس. تعلمك كيف يمكنك أن تخدم تطبيقات قوية ومتطورة. سلام في الحلقة المقبلة إن شاء الله.